خسر أكبر بطولة في العالم بسبب تيشيرت. في مقابلة مع مونيسي قبل انضمامه لفالكونز صرح وقال انه عنده وجهة نظر سبب خسارته اخر 2 ميجر هو تغيير التيشيرت. وتعالوا نستذكر معكم اللي صار. في 2023 باريس ميجر G2 دخل البطولة مرشح للقب، والكل كان يحكي انه اخيرا هذا هو الوقت اللي راح يحقق فيه نيكو ميجر واول ميجر للمونيسي. بس قبل الميجر الفريق بغير التيشيرت للأحمر، وجي2 بصدمة بخرج من الميجر من المرحلة الثانية. في 2024 شنغهاي ميجر كمان مرة G2 مرشح للقب، الفريق الأفضل ومسيطر، وراح يكون أول ميجر لنيكو مونيسي. وقبل البطولة التيشيرت بتغير للون الأبيض، وجي2 بصدمة بنقسم من فيز بنصف النهائي. الحين في المقابلة نفسها هو طلب من فالكونز ما يغير التيشيرت قبل الميجر. Just change jersey before the major. I don't know why. Management of Falcons, no jersey changes before major. بس خمن ايش صار؟ اجل ميجور وفالكونز مرشح للقب، هذا اول ميجور لنيكو مونيسي، الفريق جاهز بس فالكونز بغير التيشيرت من الاسود للابيض. صدمة واقصاء مبكر لفالكونز من المرحلة الثانية. فبرأيك هل فعلا تغيير التيشيرت قبل الميجور هو السبب، ولا هذا مجرد هبد من مونيسي؟